تحياتنا لمتابعين قناة فلسطين الحرة الكرام. أخوكم إياد الحطاب من سوق الشجاعية. بناء على طلب المتابعين الكرام الوصفة الصحيحة لعمل القطائف، إحنا قلنا كاسة سميد زائد 3 كاسات طحين يتم وضعهم في الخلاط. أول شيء يضع 4 كاسات ماء دافئ مش فاتر، دافئ، ويضاف لهم كاسة السميد. بعد دقيقة يضاف 3 كاسات الطحين، ثم يضاف لهم معلقة سكر صغيرة لإحمرار القطائف ليكون بالصورة هذه، معلقة سكر صغيرة، ثم معلقة كربونة زائد معلقة خميرة خبز. كاسة سميد زائد 3 كاسات طحين زائد معلقة سكر زائد معلقة كربونة زائد معلقة خميرة خبز، ويتم خلطهم بماء دافئ.